انا عارفه ان حضرتك عشتي 50 سنه في مصر. 55 بعد. تخمسي في وشي ولا ايه؟ حبيت واحد مصري، هو جابني هنا في مصر، ما حصلش نصيب، بس برضه انا فضلت في مصر عشان بحبها جدا. تعالي شوفيني مثلا انا في سوق العبور بفاصل زي ازاي؟ يعني تيفي اجيب لكم صاحبتي هتفاصل معاكم تدوها قماش وفلوس عشان تمشي. لو انتي نازله باللوك ده او الشكل ده زمان في وسط البياعين كان بيحصل ايه؟ بعد ساكتين ومبسوطين، يعني عارفه يجي قليل الادب ياخدوا اللي فيها نصيب. طبعا مش متوقعين الخواجات هتبتدي تتكلم. لكن هل في اكل مثلا انتي ما بتحبيهوش؟ لا ليه ما بحبوش؟ لا في سيجا انا رايحه بعد بكره. الله. مش تاخديني معاكي تزمين. عايزه اقول لك عن الامثال. راجل كان هيقع من طوله، ايوه جدع زينه تفرح ما لقيتش مره. وراء كل رجل عظيم امراه. ما هو دي عالميا وده صح. ساعات بتحسي انه راجل صعب هنا عشان يولي مراد. رايك بقى في الشبكه، المهر، القايمه؟ والله ما شفتش ولا ده ولا ده ولا بعد الطلاق بعد الشر اللي هو مثلا النفقه. طبعا ده ضروري. مصر بالنسبه لك ايه؟ مصر هي امي، نيل هي دمي. ازيك؟ اهلا وسهلا، انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. انا عارفه ان حضرتك عشتي 50 سنه في مصر. 55 بعد. تخمسي في وشي ولا ايه؟ طيب هو مشوار طويل واكيد جميل، فبس عشان في الاول كده عايزين نتعرف على حضرتك، تعرفينا بنفسك. ما هقول على نفسي ايه، يعني انا واحده تشيكيه اصلا وحبيت واحد مصري، هو جابني هنا في مصر وحبيت البلد. وبعدين ما حصلش نصيب، بس برضو انا فضلت في مصر عشان بحبها جدا. وحصل نصيب مع واحد تاني مصري برضو. وبناتي 2 برضو اتجوزوا مصريين. وبعدين اصحابي دايما بيقولوا لي انا انت جننتي تتجوزي مرتين مصري. ما هو بقولهم ليه، يعني راجل هو راجل. قولي لي بس انتي لما نزلتي مصر عشتي فين؟ كانت حياتك فين وليه نزلتي مصر اصلا؟ ما هو زي ما أنا قلت لك عشان حبيت مصر وهو جابني هنا في مصر. أنا بشكر ربنا إنه بعت لي مصري ده وجابني هنا في مصر. يعني عارفة في الأول طبعا أنا جاية من مجتمع مختلف، تربية مختلفة، تفكير طبعا كنت بتصد شوية إيه ده، طب ليه بيعملوا كده، ليه ما بيعملوش كده، ومفروض على طول كان في سؤال يعني أنا عارفة كل حاجة، يعني عارفة جاية 23 سنة وكده. كنت بستغرب قوي، يعني مثلا كان في لسه أخت جوزي ما كانش ممكن هي تروح وحديها تقابل خطيبها، مثلا كان جه في اسكندرية لازم يبقى يا أمها ويا أخوها كبير. ولسه كان في زمان إنه 2 مخطوبين كان في مثلا أخ عنده 10 سنين لازم يقعد معاهم. ما هو أنا بقول هنا في تربية، يعني هو بس انتي معجبة بالعادات والتقاليد دي ولا حاساها غريبة؟ دي لا يعني بصي أنا لما هي كمان اتغيرت. أيوة. أول ما نزلتي هنا مصر في فرق اللغة والثقافة. عملتي ايه بقى؟ كنت بتتكلمي ايه معاهم ازاي؟ لا طبعا جوزي كان بيتكلم تشيكي كويس جدا. وبعدين مع قرايبه دي كانت مشكلة عشان أنا ما كنتش بعرف ولا عربي بس زيك وأنا كويسة. وبعدين إنجليزي برضو، أنا كنت درست فرنساوي. واحدة أخته كانت بتعرف شوية فرنساوي، يعني بس شوية بركة في التلفزيون وأفلام القديمة. كنت قاعدة قدامي ما كانش فيه لا تلفزيون. يعني أنتي تعلمتي العربي من التلفزيون؟ فاكرة بقى الحاجات الأفلام القديمة كنت بتشوفيها إيه؟ أو أكتر أفلام فاكراها؟ أنا كنت بحب الأفلام نجيب ريهاني قوي. ليلى مراد مثلا وشادية. الله. شادية دي مثلا دي ما فيش زيها، يعني هي دي سيدة الشاشة وأولى وعربي كل حاجة. إنسانة ولا فنانة متكاملة. دي حقيقة طبعا. ده بس يعني لا في كتير. طب الأغاني مغنيين بقى فاكرة مين كنتي بتحبيه؟ لا أنا بحب الإسمهان رايد دلوقتي، فايزة أحمد. شادية طبعا كانت بتراني حلو. كنت بسمع حتى منيرة مهدية. ياه. طب دلوقتي بقى بتسمعي مين؟ ما بسمعش. بصي خلاص انتي لسه على الزمن القديم لو تسمعي اغاني قديمه. اذا كان يعني بصي دلوقتي الموسيقى بقت كده زي ما تقولي ما فيش نغمه. هي الصوت وتخ تخ تخ، وبعدين حتى الكلام يعني. بصي انا مش
جايز ما فهمتش بس مش من الأشاكل أم كلثوم، بس لما أفصل اللحن الكلام وكلمات ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا يعني عارفة. بس يعني حتى الموسيقى مش للعربي عالميا يعني لو اوكي أخدتيها لا في كل حاجة بقيت في النازل فين حتى كله ما بقيتش مبقاش زي زمان إبداع دلوقتي كل حاجة AI وخلاص ذكاء الاصطناعي وبعدين حاجات جميلة. بس حتى بصي دلوقتي كان في شمناسي مشكلة بصي الصور يعني اللي بتنزل البيت بس ما فيهاش ما روح فيهاش الروح صح ما فيها. أنا ساعات لا وكنا زهقت زمان بنقعد نلون البيض ونعمل احنا الحاجات دي دلوقتي لا يعني في حاجات كتير افتقدناها عن زمان آه. طيب عايزه اسالك انت بقى كنتي من النوع اللي هو بينزل الشارع والاسواق ولا بتحبي قعده البيت لا أنا لا أقعد في البيت وبعدين يعني أقول لجوزي روح أعمل لا أنا لازم أروح انزل بنفسي بنفسي أنا لازم بنفسي. وده اللي خلاني برضه لما ابتديت أشتغل في السياحة ابتديت طبعا أتكلم عربي وكده وعارفة دي كانت صعبة قوي إنه لازم أو جوزي يترجم لي ولا حاجة في الجرايد مثلا يقرا لي لا لا. طب نزلتي سوق زي ايه رحتي مثلا اكلت البارح رحتي العتبة ما هو رحتي على طول فيها حتى دلوقتي بس اختلف طبعا دلوقتي في زحمة قوي قوي العتبة مثلا طبعا خبر أبيض هو بيطوروها دلوقتي عاملين كده كام كشك وكده بس مش هينفع يعني في طيب كنتي بياعين من النوع اللي كتير. هو بيفاصل بقى ولا عشان أجنبية ايوه تكسفي لا 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 بصي عشان اجنبيه دايما دلوقتي بقول لهم شوفوا بقى انا بنت البلد خدوا بالكم ما فيش سعر الاجانب يعني لا حاضر هذا لما احس ان خلاص زودها شكرا مع السلامه طب تعالي نتفاهم لا انت ابتدت غلط معايا خلاص في ريرك في ريرك بالظبط يعني. بس على فكرة احنا كلنا بنعمل كده يعني احنا كلنا لو انا شايفه ان السعر زياده انا بفاصل معاه او بقول له السعر مش مناسب لا لما عارفه انا بقوله ده انا اللي بعرفه يعني هو شايفني خواجايه ودايما بقول لهم انتم فاكرين احنا بنصحى ونبص تحت السرير ونلاقي فلوس ولا ايه احنا بنتعب فيها زيكم يعني بس بمشي خلاص. ولما بفاصل طب تعالي شوفيني مثلا انا في سوق العبور بفاصل زي ازاي بس لا عارفه برضو واحد لازم يبقى يحس تفسري في الأجي في المعقول معقول أنا ليا صاحبتي واحدة لا أنا بطلت بروح معها مثلا كنا بنروح وكالة عشان نشتري أقمشة زمان يعني هي كانت بتفاصل حلو بتفاصل يعني أنا ساعات سبتها ومشيت وبعدين دلوقتي لما بروح وحدي وبشتري حاجة بقول لهم شوفوا بقى يعني تيفي أجيب لكم صاحبتي هتفاصل معاكم تدوها قماش وفلوس عشان تمشي بس طيب بالشكل الجميل ده وانا متخيله بقى ان انت كنت بتلبسي مختلف شويه كان مثلا حد بيعكسك كنت بتحسي ان انت ماشيه مختلفه في الشارع كانوا لو انت نازله باللوك ده او بالشكل ده زمان في وسط البياعين كان بيحصل ايه لا والله ده آخر مرة لما روحت كنت بشتري القماش عشان كنت عايزة أشتري أعمل فستان ثلاثينيات عشان المركب السودان لا ده أخدت كلام جميل جدا يعني فاكرة منه أي حاجة فاكرة منه لا مش فاكرة كده بس أنت عارفة عادي أمر ومش عارفة إيه وكده لا أوكي ما هو بصي إحنا كنا مثلا 3 احنا لغاية دلوقتي الحمد لله موجودين في الدنيا أصحاب وبنمشي مثلا كان في شعرنا أصفر ولما بنشوف إيه ده الأمامير وكده طبعا بعد ساكتين ومبسوطين يعني عارفة رغم القمر لو بصيتي بالتلسكوب وحش قوي من قريب بس عارفة بس لما يجي قليل الأدب لا أيوة بياخدوا اللي فيها نصيب طبعا مش متوقعين الخواجات هتبتدي تتكلم صح عربي يعني عارفة يبقى لا بصي برضه كلمة حلوة بترفع روح المعنوية يعني بس الأدب يعني هي فكرة انت بتقولها ازاي وفي حدود وما تكررهاش كتير لا النهاردة انت عارفة انا لما جيت من سفر وبعد رمضان بعد العيد شايفة الذوقيات اختلفت عن زمان والسلوك اختلف عن زمان خالص اوكي طب انت مثلا ممكن تعملي العكس يعني لو انت في مكان مثلا في اتوبيس او اي ما يكون وشاب قاعد ممكن تقولي له قوم انا عايزه اقعد او ما هو غلط ده كده انا بعمله في التشيك بتعملي كده
اوكي. مرة واحدة كان واحد عايز يطردني من ترماي، وانت عارفة أنا هادية وما شاء الله، وبعدين أنا صوتي طلع، ولما أرفع صوتي هيبقى وحش قوي وكوي قوي، يقولوا تبقى وريني. ناس كلها في بتبص في إيه. لا، ومثلا عندك مثلا كان في شباب من سويسرا سكرانين وبيعملوا طبعا، ناس كلها سكتة، قاعدة سكتة. طبعا أنا بتكلم فرنساوي، أخذوا اللي فيها نصيب. طيب عايزة نرجع برضو بالزمن شوية. ما بيرجعش. طيب عايزة أقولك، أنتي مثلا كنت بتواصلي مع أهلك إزاي؟ إحنا يعني التكنولوجيا كانت مختلفة، ما فيش تكنولوجيا دي. لا، كان في جوابات. بصي انت عارفة برضو كانت انت مستنية جواب يجي امتى وتردوا عليكي وفي ايه وكده. على رأي صاحبتي الله يرحمها في الشيك بتقول انت النهارده لما بتفتحي صندوق الجوابات بتلاقي فواتير بس ما بتلاقيش يعني عارفة. وحتى بيقولك علميا لو انت بتكتبي بالايدك مش مثلا حروف منفصله، لا بيجي ده بينشط المخ. يعني ناس ما بقيتش بتكلم بعديها. وانت مفروض حسب الواحد الراهب، انا ماشيه وراه مع ده تعليمه، تقعدي في البلكونه الصبح تتشمسي شويه وتتكلمي هات من اصحابك، تبتدي يوم بالكلام مع أصحابي. بصي النهارده كل حاجة بنكتب. ما هو انت كمان النهارده كتبتي. يعني لما بكلم لهاد بستغرب قوي لما في الآخر بيقولوا لي متشكرة جدا انك كلمتيني. طيب او ناخدها واحدة. طيب انا بكلمك، انت بتديني من وقتك. طيب لما انت بتكلميني هو نفس وقت، صح، بس بيفرق. وانتي لما عارفة بتكلمي هات او بتكتبي له بتدي له جزء من حياتي. صح. يعني ليه احنا بنشتكي دلوقتي قوي من العلاقات الانسانية فترة او ما فيش بعيد. يعني انت عارفة زمان كل واحد كان بيسلم على هات وجيران، ما هو شوفي هات جيران. يعني رغم التكنولوجيا تطورت لكن فرقتنا، بالعكس المفروض تسهل، لكن هي فرقت. طيب انت عارفه ان احنا من العادات بتاعتنا ان ايه دايما في كل لمه او عزومه الاكل؟ لا دي في العالم كله. ده في العالم كله. طيب انت اخبارك ايه بقى في الاكل؟ بحبه. ما بحبه وبعمله ولا بحبه وبدوقه؟ بصي انا بحب اعمل دايما حاجه جديده، او بحب اعمل حاجه اكل تشيكي عشان اعزم اصحابي. بالنسبه للاكل المصري اوكي ما فيش مشكله، بس انا حاسه انه محدود. اوكي. ايه هي حكايه مكرونه لا انتي بتعرفي تطبخي ايه الاكل المصري؟ لا كله، ما هو سهله، ما هو اعملك ملوخيه، اعملك باميه، هعملك محشي. اوكي. في سر كده عندك في طبخه معينه بتعمليها ما حدش يعرفها؟ لا ما بتهيألي ما فيش اسرار. اوكي. يعني لما بعمل التعلية بتاعت ايوه ملوخية مش بالطشة دي ما بعملهاش يعني مش مؤمنة بيها خالص يعني. اوكي. لا بصي هي برضو أذواق، وبتحبي ايه ما بتحبيش ايه. بس اللي انا مثلا بستغرب قوي انه مثلا حتى بنتي كانت كده بقولها طب عملت كذا كذا، لا ما بحبوش. طب دوقي وبعدين قولي رايك ايه. في ناس كده كتير. لكن هل في اكل مثلا انتي ما بتحبيهوش هنا في مصر؟ فسيخ، رنجة؟ لا ليه ما بحبوش؟ بصي احنا ما هو شفتي على تيك توك احنا عملنا شمنسيم ما شمنسيم هنا. عملنا اكل تشيكي وانا عملنا رنجة كمان، وعملنا قعدة 2 في الواحد. بس لا فسيخ انا رايحة بعد بكرة. الله. مش تاخديني معاكي تعزميني معاكي؟ لا انا معزومة يبقى ما اقدرش اعزم. ماشي. طيب بعد ما اتكلمنا عن الاكل عايزه اقول لك عن الامثال. لا في امثال كتير ولطيفه جدا. مثلا كان عندي فنيين من شركه العربي عشان كانوا بيركبوا لي سخان الميه. اوكي. وبعدين كده ما اعرفش همون ماشي بعدين راجل كان هيقع من طوله، ايوه جدع زينه تفرح ما لقيتش مطرح.
لأ في كتير بُصّي زي ما قُلت لِك مش عارفة قبل كده أنا إمم. عندي كتاب أمثلة إمم. بتاع تيمور 3000 أمثلة إمم. جات إزاي، بس طبعًا أنتِ عارفة عشان أنا يعني أنا ممكن أقرا عربي بس ما يبقاش كده زي كوفي يعني عارفة، أوكي. يبقى زي في الجرايد وكده، بس عايزة دلوقتي كنت بافكّر فيها باقول كل يوم أقرا مثلًا 5، إمم. 10 إمم. وباسمع أمثلة جميلة جدًا، جدًا يعني أوكي. عارفة طيب في حاجة عندنا بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة. ما هو دي عالميًا وده صح، طيب ينفع نعكسها؟ وراء كل ست عظيمة رجل؟ برضه ممكن. ممكن؟ والّا ممكن يكون شغلها والّا ممكن يكون فلوسها والّا ممكن يكون تعليمها والّا لأ أهلها؟ ممكن يبقى بُصّي بقى هنا ييجي جايز في المجتمع هنا والعربي إمم. ما بيحبّوش مثلًا ما هو مراتي مدير العام، فاكرة الفيلم ده؟ فاكرة. آه، يبقى ما بيحبّوش ست تبقى أنجح منّه، ده أوكي. موضوع إنه راجل فعلًا مؤمن إمم. إنها كويسة وبيشجّعها وواقف يعني معاها مش أي راجل مش تقصدي، أي مش أي راجل، راجل. بس طيب. ست بتضحّي نَفْسها مثلًا إمم. عشان الراجل يوصل وبعدين بيحصل إيه، أوكي. كتير أوي لمّا بيسيبها؟ يوصل بيسيبها ويشوف إمم. له واحدة صغيّرة، إمم. فدي طيب بمناسبة مراتي مدير عام، شايفة إن الست ممكن تبقى مدير؟ طبعًا إمم. مدير بقى هيبقى شديد وكده وحازم مش وكده لازم والّا يبقى يبقى في عاطفي بُصّي لا، 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 أنا لمّا كنت في عندي مهمّة صغيّر، إمم. كنت زي ما بيقولوا quality control manager كنت إمم. ماشية يعني عارفة ثواب عقاب، كنت ماشية إيه؟ ثواب وعقاب، ثواب وعقاب، آه. أوكي. ما يبقاش كده مثلًا الحاج محمد جه والناس كلّها بتترعب عشان هو بيزعل على طول وبيخصم وكده، ما ينفعش، آه. لازم بُصّي لازم برضه نقول للناس لأ برافو عليك، أنت إمم. كويس وعملت أحسن منّي وأنا باتعلم منك، دي مش عيب، أوكي. دي مش عيب، طب شايفة في مهن أو شغل معيّن ما ينفعش الست تشتغله؟ والّا ممكن تشتغل أي حاجة زيها زي الراجل؟ أنتِ لو بصيتِ بعد الشر علينا يعني بس إمم. في الحرب التانية العالمية إمم. مين كان ماسك كل حاجة؟ الستات في إمم. المثانة كل حاجة، وكانوا بيحاربوا، كانوا في أوكي. الطيارين وفي الجيش الأحمر، كانوا إمم. شطار جدًا يعني أوكي. الست ممكن تعمل أي كل حاجة حاجة، زيها زي الراجل، وأحسن، وأحسن كمان من الراجل. عشان عندنا حِسّة كده عارفة بالدقة وكده يعني أكتر لأ، بس أوكي. لازم تاخد فرصة ولازم تاخد تشجيع، إمم. كلنا بنحب ولو ما محتاج إمم. أنتِ وأنا تشجيع. إمم. زي ما بيقول لك واحد فيلسوف زي ما الجسم بيحتاج الكالسيوم والفيتامينات إمم. الروح كمان. البني آدم إمم. محتاج تشجيع إمم. واحترام وكلام حلو. وده احترام وتشجيع يعني أوكي. ما أنا عارفة. بس كل طيب ده تحبي مثلًا بعد ما تعملي أكلة أو طبخة، تحبي حد يقول لِك تسلم إيديكِ، إيه الجمال ده، والّا مجرد إن هو كَل وعجبه الأكل خلاص؟ بُصّي بقى ما هو أنا ممكن أقول لِك جوزي الله يرحمه رقم إمم. 2 آه. كان بياكل كل حاجة اللي أنا كنت باعمله، إمم. بس حصل لازم مرتين 3 إمم. بيقول لي: "لأ ما تحطيش ده في المنيو تاني خالص." وأنا قُلت يعني لأ. أنا معاك. إمم. بس ما كنتش بيقول تسلم إيديكِ، إمم. بس أخدت الوقت زيادة، يبقى عرفت إنه كان كده أكل عجبه كويس. الأكل. آه. آه. يعني عارفة ساعات بتحسّي إنه راجل صعب هنا عشان أنا ما يولّي ليش مراتب دعوة. لأ لأ بريئة مش مشكلة لأ، لأ بس طيب قولي لي أنتِ بُصّي لأ في بجد كذا إمم. طُرق إمم. إزاي الواحد يعبّر على نَفْسه يعني ما هو ده عارفة؟ اللي أنا كنت أقصده باقول لِك الكلمة الحلوة إحنا خاصةً لينا كستات بنعتبره تقدير، يعني أنا ممكن تعبت طول اليوم بس دي زي مكافأة أو تقدير. طَب ما هو لمّا ياخُد أكل زيادة يبقى عاجبه يبقى خلاص ده برضه لأ أنا ما ليش تقدير، دعوة، أنتِ دلوقتي قُلتِ مش ده تقدير برضه؟ ما أعرفش بس باحس إن إحنا لأ عايزة أسمع الكلام، ما هو هو كَل، يعني هو كَل زيادة ما شاء الله، لكن أنا بُصّي عايزة أسمع كلام. عايزة أقول لِك حاجة، اليومين دول أنا باقول بابحث على إمم. بني آدمين 2 في الواحد، يعني إيه؟ 2 في 1 يعني إيه؟ أيوه. إمم. إنه يقول كلمة وينفّذ، إمم. لمّا يقول لا هاكلمِك أو ما أعرفش إيه وما أنتِ شايفة بيحصلش، الكلام سهل الفعل أصعب. بس أوكي. طيب دلوقتي الرجل المصري معروف إن هو إيه، متحكّم، غيور، كده، إيه رأيك؟ ده مش المصري بس ده كُلّه.
كله. يعني أنا دايما بيسألوني برضو إيه الفرق بين راجل مصري جايز البرة عشان ست يعني بصي إحنا لازم نبص المجتمع. مجتمع برضو بيخلي راجل يبقى كذا وست كذا، يعني في حدود. اوكي، بمناسبة ان انتي برضو متجوزة مصري او اتنين مصري رأيك بقى في الشبكة، المهر، القايمة؟ والله ما النفقة شفتش ولا ده ولا ده ولا ده. في الاتنين؟ الحمد لله. بس لا انتي تشجعي حاجة زي كده، ولا شايفة ان احنا بنحب بعض ونعيش مع بعض وخلاص، مش شرط يبقى فيه حاجات مادية؟ حسب الظروف النهارده، يعني زمان كان انت شفتي مثلا الشبكه كانت ايه طبعا مش وكده اختلاف. لا النهارده ما بس المبدأ ما فيش. نفسه موجود، يعني ايا ما كانت بسيطة بس موجودة، ولا مش شرط؟ لا ممكن يعني، بس ما بيبقاش مثلا طلبات انت هتجيب لي حاجات كذا بتبقى بالمليون. زي هدية مثلا. لا هديه طيب يعني برضو بعد الطلاق، بعد الشر، اللي هو مثلا النفقة، ايه رأيك؟ ده حق لا للست؟ طبعا ده ضروري. تعالي بصي شوفي في الامريكا أليموني نفى ست ممكن تشطب عليه أول بأول كل حاجة. لا ليه لا يعني نفى ليه لا؟ لما أنا أخدم راجل وهو مثلا وصل المركز اجتماعي انا وكل شريكة حاجة ليه، صح؟ بالظبط. ما هو أنا سمعت إنه بيتكلموا دلوقتي في القانون صح. إنه ست من حقها عشان هي مثلا سابت الوظيفة وكل حاجة صح، وعاشت حياتها، ده بالظبط معاك. بالظبط شريكة يبقى كاملة. لا لا طب لا انتي خدتي نفقة؟ أنا بقى ما تخشي أيوه بس أيوه أخذت، بس هي كانت مدة سنة. اوكي، نفقة سنة. سنة بس برا عندك رايد ما تتجوز مثلا. طيب بمناسبة الكلام ده، لو انتي هنا في مصر في منصب، وزيرة، اي حاجة، صاحبة شركة، مديرة، زي ما انتي عايزة، تحبي تبقى ايه هو المنصب ده وليه؟ بصي أنا أحب ليه، أنا بحب أنظم. ولما أنت تعرفي تنظمي الناس اللي تحتيكي تتعلميهم شغل يمشي كويس جدا يعني. عارفة لازم يهمك دايما النتيجة. يعني ما تتعبيش كتير، تستخدمي مخ، تنظمي النظام. طب ده وزيرة ايه او منصب ايه؟ ما هو ده ممكن يبقى سيستم في كل حاجة. ما هو في كل حاجة فعلا. اوكي، لكن مش عايزة منصب مثلا حاجة معينة للمرأة، حاجة للسياحة، بس حاجة بصي للتعليم، أنا حاجة. بحس إنه مناسب هنا دي بتتاخد أكتر منظر. اوكي، أكتر منظر من إنه أنا جاية عشان اشتغل. لا أشتغل وهعلم ناس اللي تحتية وننظم. حتى يعني لما ابتدت أنا في عند محمد صغير كانوا متضايقين مني جدا، خواجاية وفاكرة نفسها إيه وكده. واحدة واحدة أنا بقول لهم دايما شوفوا جايز أنا شديدة، بس أنا عايزة أعلمكم حاجة لما تروحوا مكان تاني هتبقوا ممتازين أحسن من تانيين. وأنا مشيت قالوا فهمناك يا مدام الله. أنتي لازم دايما يعني أنا بحب الناس اللي بيضيفوا ليا يعلموني أو يضيفوا ليا، يعلموني. وأنا برضو بحب أعلم ناس مهما كان. يعني في ناس ما بتتعلمش طبعا يعني بس لازم ندي فرصة ولازم نحاول ونجرب. طيب لو عايزاكي تقولي لي نصيحة للست المصرية، تحبي تقولي لها ايه؟ لا أنا مش بنصح واحد، أنا بنصح نفسي وخلاص. يعني بصي نصيحة صعبة قوي عشان كل واحد له ظروف معينة، يعني عارفة دي بتحكم. لا ما عندكيش حاجة عامة يعني مثلا زي تاخد بالها من حاجة معينة، تتعلم حاجة معينة، تعرف تتعلم أيالها الأول حاجة تتعلمهم ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه. بلاش الشيبسي وكوكا كولا وكله ده اللي مع الزمن بيضر الصحة. اوكي. واهم حاجة عندي تتعلمهم ما يرموش ورا اي حاجة في الشارع. وانا عندي فعلا النظافة دي مهمة. يعني ادي لما بنشوف حاجة حلوة بنقول الله، طب ما نبقاش شارع دي جزء حياتنا سياحة. ما هو الشارع ده جزء مش الأهرامات والمتحف وكده. لا دي برضو ده لينا كمان قبل السياح، يعني لينا احنا كمواطنين. طيب وانا بختم بقى معاكي، عايزة تقولي لي مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر هي أمي نيلها هي دمي. لا بصي مهما كان يعني جذوري هنا خلاص. يعني أنا بقول أخدوني هناك زرعوني هنا وجذوري عميقة جدا، ولو خلوني وهاتوني في أي مكان تاني هموت.
أمّا بتسافري وأنتِ في الطيارة، إحساسِك وأنتِ راجعة مصر إيه؟ إمم. باكون فرحانة، قلبي بيعمل كده أهو بس أو القاهرة وكده منوّرة عارفة، دايمًا أنا باقول القاهرة بالنهار دي سندريلا وبالليل تبقى أميرة، عارفة؟ لأ، بس دلوقتي طبعًا هي متضلمة بس برضه هتنوّر لأ دي تاني ظروف، إن يعني شاء ظروف الله استثنائية إن شاء ربنا إن الله شاء هتنوّر الله يعيدها تاني، لأ، تاني. لأ. بُصّي أنا وأنا باسألِك عن مصر أصلًا مستغربة سؤالي، لإن أنا حاسة إن أنتِ 50 سنة أنتِ أصلًا واخدة من عُمر ومن ثقافة مصر كتير. واحدة من ثقافة من ناحية بتاعة زمان التأمُّل يعني إمم. عارفة، إمم. إنه بالطيب يعني دايمًا أقصد أنتِ أفضل. شُفتِ من مصر وفي مصر حاجات كتير يمكن إحنا كأجيال جديدة ما شُفناهاش. لا ما فأنتِ شُفتهاش مصر جواكِ أهَم وأكبر بكتير ممكن من ناس كتير عايشاها دلوقتي أو شباب كتير شافتها. لأ حتى في التشيك أنتِ عارفة لمّا كنت عايشة يعني إحنا الأجيال اللي اتولدنا بعد الحرب إمم. التانية يعني عِشنا حاجات وتغيُّرات كتيرة أوي إمم. بالنسبة لي أنا ومثلًا أصحابي اللي إمم. هنا برضه إمم. 50 سَنة، إمم. كُنّا عايشين تغيُّرات سوا هناك، سوا هنا. إمم. طب لو د عايزاكِ تختمي كده بجملة وتقولي للناس تعالوا زوروا مصر. هي مش محتاجة أنا هاقول يعني عارفة الناس كلّها مهتمة بالآثار المصرية جدًا، إمم. لو عايزة أجيب ناس طبعًا صرف النظر الآثار دي ناس كلّها عارفة، إمم. بس البشر يعني مصريين فيهم برضه طيبة وفيهم إنسانية، وأبسط شيء أنتِ عارفة وأنتِ ماشية بس تبتسمي وحد يبتسم لِك يعني، إمم. لأ برّه مكشرين على طول، أيوه ناس صح. هنا رغم من أنا معجبة باحترم ناس دي جدًا، إمم. عارفة ظروفهم، بس بيبتسموا، والخدمات هنا سريعة جدًا، حلوة جدًا، يعني أقول لِك إيه، مرّتين أنا نسيت حاجة إمم. في الريفاي كنا بناكل في الرفاعي. لأ حواوشي، آه. ونسيت الموبايل بتاعي الصغير، إمم. وروّحت البيت لقيت ما عنديش اتصلت بالWhatsApp يعني أو إمم. بالMessenger بصديقي بيقولوا كلمهم هو بيقول لي: "لأ في حد بيقول ألو، ألو." خلاص، وبعدين أنا إمم. رُحت واتصلت من عنده إمم. قالوا لي: تليفون موجود." أنا موجود. رُحت إمم. لأ، نسيته وأنا باغسل إيدي إمم. في التواليت إمم. والعامل بتاعة المحل إمم. أخده إمم. ادّوهاني ودّها. وعايزة من حقه باقول له مكافأة 10% إمم. رفض، لأ. إمم. رفض. نسيت حاجة مسطولة كده، خضار، شنطة وعيش وكل حاجة في السوق، إمم. لقيته. لأ، ده في التشيك يستاهل. أوكي، طيب تقوليها لي بقى جملة بالتشيك؟ جملة. آه. Co se mně líbí v Egypťanech je to, že mají ještě tu lidskou stránku. Vždycky tady najdou pomoc a nejsou tady lidi takový oškliví a zlí jako u nás. دي جملة سهلة جدًا. لا 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 بجد دي بتخليكِ يعني عايزة تقعدي. أنا الطيبة دي من الحاجات الأساسية في الشعب إمم، المصري، إمم، الطيبة إمم. وخفة الدم، يعني دي من أكتر الحاجات اللي معروفة عننا لمّا خفة الدم إحنا عندنا برضه برضه. خفة دم بس عارفة في لأ حدود. هيزورونا إحنا برضه معلش. لأ أنا عايزة ما هو مش هيفهموا خفة الدم هيفهموا إزاي هم هيشوفونا يفهموا بنبتسم على ابتسامة، الأقل، بالضبط، آه. ابتسامة يعني دي بس، دي ما بتكلفش وبتحل مشاكل. ده حقيقي. إيه هو الأمان بالنسبة لِك؟ بالنسبة لي إني أقدر أمشي ما حدش مثلًا حتى لو الحقوني ناس كلها تجري عليَّ، إمم. أنا باقول حتى للدرجة إمم. لو أنا غلطانة مثلًا وقُلت يعني أعمل نفسي هو إمم. اللي غلطان إمم. أو هو صح وأنا غلطانة، ناس تديني حق إمم. ليّا إمم. ويكذب التاني ده يعني عارفة؟ أوكي، يعني أنتِ جرّبتِ قبل كده تبقي في موقف وتندهي مثلًا ناس وساعدوكِ؟ آآ أنا ضربت مرة واحدة شاب في الشارع إمم. عشان كان فاكر أنا مش فاهمة. إمم. جوزي الله يرحمه كان بيقول: "التوشي قلم على طول لمّا في لأ، لأ، ما كلام." تسمعيش كلام جوزِك لأ. لأ، أنا كنت باسمع كلام جوزي معلش بلاش، أنا بلاش. بطيئة أوي. المهم كنت آه. رايحة كوافير كده وكنت لابسة كُم عارفة إمم. والجيبة كده طويلة، وشاب كده ماشي دخل في القليل الأدب، إمم. وأنا كان معايا شنطة كده عارفة، إمم. أخدت الشنطة دي وفوق دماغه، آه. وأنا هاوريك يا قليل الأدب
ناس كلها اتلمت لا أنا ما عملتهاش حاجة. قلت طب تعالى نروح الاسم وهنشوف. الناس اللي معلش يا مدام وفدوا الموضوع. بعدين في شاب مشي ورايا لي يا مدام معلش ما تزعليش عادات وتقاليد عندنا كده. قلت له نعم عدد وتكاليف. اضربيه بالشنطة هو كمان. لا هو ما معلش أخذت للسماح يعني عارفة. اوكي. لا 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 يعني فعلا أمان موجود. أنا مثلا عشان في البراك عندي كده زي جنينة صغيرة قدام بيت الساعة 9 أخاف أمشي فيها. لا هنا بس حتى دلوقتي بالليل ما هو بروح بشتري حاجات من السوق وكده ولا بالعكس هو حتى بوابين بيعرفوكي حتى في أي حتة جايز في حاجة عشان أنا خواجاية برضو بس لا دي موجودة يعني ما الحمد لله دي من ضمن الحمد لله وراثة يعني الحمد لله. الحمد لله. بقى أنا سعيدة جدا انتي كنتي منورانا النهاردة وعايزة أشكرك على اللوك الحلو ده. مفيش أجمل من كده تمثيل لمصر. انتي سفيرتنا بره. طبعا ده حقيقي ما شاء الله. ويا رب دايما تفضل مصر منورة بكل حبايبها يا رب يا رب. وتفضلي تعيشي معانا كده العمر كله يا رب, يا رب. في فرح وفي حب وفي جمال وأنا سعيدة إني شفتك النهاردة. ميرسي أوي.